ايه سر المشجع الكونغولي ده اللي وقف 90 دقيقة تمثال في الملعب؟ والسبب خطير وهيفاجئك. الراجل ده ابو الكباتن لازم تسمع قصته لانها مجنونة. تتفرج ابو الكباتن على المدرجات تلاقي كل الناس بتصيح وبتهتف وبتصرخ الا عمنا ده واحد واقف ثابت 90 دقيقة، لا بيهتف ولا بيتحرك ولا بياكل ولا بيشرب. المشجع الكونغولي كوكا مودلينجا قرر يحول نفسه الى تمثال حي في كل ماتشات الكونغو الديمقراطية في كان 2025. حتى ابو الكباتن لما فريقه جاب جول فضل ثابت ولا كأن حاجة حصلت. فقلت بس انا عاوز اعرف ايه قصة المشجع ده. الراجل ده ابو الكباتن طلع بيبعت رسالة تقيلة قوي، رسالة لتخليد ذكرى باتريس لومومبا اول رئيس وزراء منتخب بعد استقلال الكونغو، واللي بعد كده تم اغتياله سنة 1961. صمت وسط الدوشة وتمثال وسط الحشود علشان يقول ان الذكرى مش بتموت حتى لو الزمن اتغير. طب ليه ابو الكباتن اختار يعمل كده في مدرجات كرة القدم؟ الاجابة ببساطة علشان الملعب هو المكان اللي صوت الشعوب فيه بتوصل اسرع. وبالمناسبة ابو الكباتن الكونغو الديمقراطية كسبت بوتسوانا 3-0 وتأهلت كتاني مجموعتها. يعني احنا هنشوف المشجع ده تاني بيعمل نفس الحركة في دور ال 16.